السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. ليلة جمعة مباركة عليكم جميعا ان شاء الله. ايه رأيكم بقى في المحشي بدخانه اهو، محشي بنار الفرن زي ما بيقولوا. انا عملت معاكم المحشي كتير جدا جدا جدا، وعملته بكل اصنافه، وكل المرة دي بقى احنا عملناه من غير والله ما نتعب فيه. ليه؟ طلعنا الطماطم اللي مفرزينها، وطلعنا الخضرة اللي مفرزينها، وطلعنا ورق الكرنب الجاهز على الحشو على طول اللي مفرزينه من طوبة السنة اللي فاتت. فاحنا ما تعبناش في حاجة المرة دي. بصراحة بيسهل على الواحد حاجات كتيرة جدا. عملنا المحشي بقى مشكل المرة دي جميل جدا، كوسة، بتنجان، فلفل حامي من الطويل. عملنا الدولمة العراقية كمان اهي، بصل، صينية بصل كاملة لأن أنا عندي ولادي بيحبوها جدا. عملنا الكرنب وسويت في قلب فرن البوتاجاز، مش على البوتاجاز من فوق طبعا. وكان معايا بقى هنا يعني حتة ماسورة تحفة بصراحة اهو. بس بصوا اهو قدامكم اهو القوطة اللي انا مفرزاها معاكم. هفرغ كيسين دلوقتي على البصل بتاع المحشي. طبعا انا عملته معاكم كتير جدا، ومش ضروري اقول لكم انا بعمل ايه وبسوي ايه والكلام ده كله. ادي الكيس التاني كمان فرغته، لان كانت القوطة ساعتها وانا بعمل المحشي كانت وصلت 20 جنيه. فمين هيعمل محشي بقى بالكمية ديت ويجيب لها قوطة؟ اجيبه قوطة بكام؟ هتعدوا ال50 جنيه. فعلى ايه؟ لا احنا عندنا حاجتنا متفرزة في قلب الفريزر، نطلع كله. يا دوب اشترينا الكوسة واشترينا البتنجان، بس الخضرة عندي وكل حاجة عندي، والبصل عندي اهوت في البيت. وبنتي اهيت قاعدة، البصل اتسلق اهوت وبس. هو سخن مولع نار، واحنا لازم نطلعه هو سخن مولع نار كده، ورقه من بعضه. فانا قعدت اوحها واقول لها بقى ايه، لا هنطلعه هو سخن، وانا مش قادرة امسكه اصلا من سخونيته الشديدة. بس طلعناه الحمد لله، وعملنا بيه احلى صينية والله جميل جدا. جربوه ان شاء الله هتحبوا قوي. محشي البصل دوت تحفة بصراحة، وبيبقى مسكر جامد. مش ضروري بالبصل الابيض، ولا احنا عاملينه بالبصل الاحمر اهو قدامكم، مسكر جدا جدا جدا. وادي خلطتي قدامكم اهيت، وهحشي قدامكم انا وبنتي. حشو المحشي كلنا بنعرف نحشي المحشي، مفيش احسن من المصريين في حشو المحشي بصراحة يعني، ياخدوا درجة اولى في كل حاجة. وادي ورق الكرنب بتاعي بقى كمان اللي انا مفرزاه السنة اللي فاتت، بس انا ملحقتش تقريبا انزله السنة اللي فاتت. فهنزله لكم ان شاء الله لما يجي بقى طوبة بتاعت السنة دي. اوريكم احنا بنشتغل طول السنة من يمكن من 3 كرنبات كبار انا بخزنهم في طوبة. احلى محشي واحلى كرنب طوبة. تعالوا بقى انا هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وعايزة اتكلم فيه بمنتهى الصراحة من غير ما حد يزعل. انا مش عارفة ليه القنوات اللي بتدخل عند الواحد وتقولك انها اشتركت عندك. ماشي، انت شيء طبيعي للأمانة لازم تردي الاشتراك دوت، وتدخلي وتحطي كومنت جميل وتردي الاشتراك وكل حاجة. ليه يا جماعة بعد يومين 3 كده تبص تلاقي ان البني آدم ده انسحب من عندك وخرج بمجرد ما انت اشتركتي عنده؟ ليه؟ يا جماعة والله العظيم الحكاية مش حرب، والله ما هي حرب. دي اولا هوايه، حكايه انك تعملي طبيخ جميل وتعملي اكل جميل وتعرضيه وتصوريه جميل جدا. اولا ما حدش بياخد رزق حد خالص، ده رزق بتاع ربنا. سواء المشاهدات، سواء عدد الساعات، سواء المشتركين، كله والله رزق بايد ربنا اللي بيرزق بيه صحابه. يعني ممكن تبقى قناة أقل من الواحد في المجهود، وأقل من الواحد في شكل الأكل اللي بيتعمل، وأقل من الواحد في حاجات كتير جدا، وتلاقي ربنا موسع رزقها ويفتح عليها. أكيد هي محتاجة للرزق دوت. فليه إنه يعني ليه يبقى بيننا وبين بعض الحتة ديت؟ لا شيء طبيعي. وبعدين لما ادخل مثلا قناة بحط لك اللايك وبعمل لك اللايك كمان انت شايفاه قدامك، ليه ما يتردش؟ هل انت مستخسراه فيا مثلا؟ امال يعني انا هستفيد ايه من الكومنت بس؟ ولا حاجة. بيسعدني الكلام ماشي، بس ليه ما يتحطليش اللايك اللي انا حطيته لك بكل امانة؟ انا ما احبش ادخل عند حد الا لما احط له اللايك. ليه؟ انا بحب اشوف الفيديو لاخره، يعني مش بفتح كده اشوف اوله واروح قافله. هقول لك ليه انا بحب اشوف الفيديو كله لاخره. ممكن اطلع بفكره جديده من قناتك، احورها انا لحاجه تانية، واعملها اكله جديده وانزلها. يعني انا بستفيد لما بشوف الفيديو كامل، انا بستفيد مش ما بستفيدش.
بستفيد. فليه يا جماعة كلنا والله العظيم بالأمانة، إيه رأيكم في الشوربة الجميلة ديت؟ بذمتكم لو جبتوا 100 فرخة ولا 100 كيلو لحمة حتى هتطلعوا الشوربة بالدسامة ديت؟ استحالة بقى بصراحة، والله العظيم عمرها ما هتطلع الشوربة الجميلة ديت. دايما كده تتعودي اول الشهر كده وانت بتشتري لحمتك، تروحي طالبه من الجزار وتنقي ماسوره حلوه كده ملحمه جميله، تاخديها دي كسرها لك وانت بتنضفيها، وتعملي لها محلول كده تنقعيها فيها وتحطيها في قلب الفريزر. يوم محشي تعملي عليها المحشي، يوم كشك تطلعي حته من الماسوره دي وتعمليها. بصي الشوربه بتاعتها هتخلي المحشي ده في حته تانية خالص وتخلي الطعم رهيب. هات اعملي فتة كده وجربي شوربة الماسورة ديت مع لحمة مثلا، بس مش هتحطي اللحمة مع الماسورة، لا دي لوحدها ودي لوحدها. الله على جمال المحشي وهو بيتسقى بقى منها كده. انا شايله حبه من التسبيكه بصراحه بحط عليهم الشوربه الدسمه ديت قوي، هي دسمه جدا بصراحه الواحد يقول الحق. وكان الطعم بتاع المحشي الجميل بصراحه كله كان من الشوربه مش من حاجه تانية. حدش يزعل من كلامي أرجوكوا، أنا بقول والله العظيم الكلام ده لينا كلنا عامة. لا إحنا يعني إحنا أصدقاء كلنا كده على اليوتيوب، أصدقاء كلنا قنوات لسه صغيرة، ما فيش حد فينا عالي أوي ولا كبر أوي ولا حاجة. وحتى لو كبر إحنا نفرح له، يعني ليه ما نفرحلوش؟ نفرح له، وأكيد الرزق دوت هو محتاج وربنا بيوجهه ليه، شيء طبيعي. فيا رب يا رب يكون بينا وبين بعض كده مصداقية في كل شيء، ما نبقاش في ضغائن ولا في حد شايل من حد ولا في مثلا لا انا هضحك على ديت وادخل لها قنوات صغيرة تدخل للواحد وتكتب وتقول تم عندك وبعد كده تخرج. اقول لكم ايه؟ سلام عليكم.